السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ونهاركم مبروك وسعيد وجميل وكله طاقه ايجابيه ان شاء الله. غنشارك معكم شنو درت هذا الصباح. هذا الروتين كله شهيوات. الدار مجموعه كما العاده، ما ندويوش على داك الشيء. غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير الخضره في الفران. كل الخضر اللي عندك في الثلاجه، وركزوا على اللي ما كياكلوش وليداتكم، ديروها تشوا بهذه الطريقه، كتجي غزاله، كتجي لذيذه. انا خديت فلفله باللوان، خديت القريعات حسب افراد الاسره، كثري ولا قلي. الصراحه انا درت باش يبقى لي ديال يومين، حيت هي كتبقى حتى الاسبوع في الثلاجه. رشه ديال البزار، رشه ديال الملحه، شويه زيت الزيتون. الخضره درت القرعه، البطاطا، الدنجال، الفلفله باللوان. صافي كنخلطها مزيان، كنديرها فوق بابيا كويسون، ندخلها للفران مشعول من الفوق ومن التحت. كتاخذ معاك من 25 حتى ل 30 دقيقه، كتكون واجده. من بعد عاد نوجدوا الشرموله مع بعضياتنا. هذا الفيديو غنمشي معاكم حاجه بحاجه. درت الخضره في الفران، غندير العدس النصيب ديالو راه معروف: مطيشه محكوكه، بصيله، ريوس ديال الثومه، القزبر والمعدنوس، شويه السكينجبير، شويه البزار، شويه خرقوم بلدي، زيت الزيتون، مليحه. الحاجه اللي زدنا عليه هو خيزو، شي حاجه زايده ولكن كيطلق ديك الحلاوه وكيجي لذيذ وما كتغيرلوش اللون. غير زيدوه بهذه الطريقه كيجي رائع الصراحه. العدس بخيزو، انا درت لكم اللوبيا بخيزو في القناه، ودابا العدس بخيزو خليته كيطيب. دابا غندير معكم واحد البسيطلات بلا ورقه. شنو خديت زلافه ديال الفورس، الدقيق الابيض، رشه ديال الملحه، تعجنيهم بيدك ساهله، ولا ديريهم في العجانه الا عندك العجانه. انا درتهم في العجانه. المهم تعجنوا مزيان، تجي العجينه رخوه. درت لهم فيلم اليمونتير وخليتهم يرتاحوا، وغادي ندوز للشرموله. هاد الوقيته العدس كيطيب والخضره في الفران. بحال اللي قلت لكم كنمشي معاكم حاجه بحاجه. والفيق بكري بالذهب مشري. هادشي كله البنات ربي اللي شاهد، راني بديتو مع 8 ونص 9 قلتولوس. بديت هادشي، هاد الطياب وفي الكوزينه وهاد الشهيوات، لان الدار عندي مجموعه نقيه كلشي مقادد. صافي شنو خديت شويه زيت الزيتون. دائما كنقول حسب افراد الاسره. الا بغيتي عندك تبارك الله العائله كبيره، ضاعفي المقادير في كل شيء، لا في الحشوه ولا في العجينه. درت فيها 3 ديال الريوس ديال الثومه محكوكين، بصله كبيره مشلضه. يلا واحد نزلت البصله شويه، زدت عليها الدجاج. انا درت الدجاج قطعته طريفات، كان عندي مقطع والصراحه ورققته شويه. زدت عليه شويه ديال الفلفله حمراء، البابريكا، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. صافي كنغطي عليه حتى كيتشحر مزيان يدخل مع الطياب. كزدت عليه واحد الكاغو، واحد ديال الفيغميسيل ديال الروز، كتكوني طلقتي عليها الماء طايب وقطعتيها بالمقص. صافي مباشره كتزيدي عليها شويه ديال الصوجه. الهريسه ضروري باش كتجي حاره. كانت عندك الكفته بغيتي تعوضي الدجاج بالكفته ماشي مشكل، ولكن انا كندير باللي موجود عندي في الدار. وصافي كنزيد حتى الزيتون عندي غير شويه درته، يعني ماشي ضروري نخرج نتقدى. ورشه ديال المعدنوس. صافي وكتطفي عليها واحد الدقيقه على ما كتشرب ديك الفيغميسيل، مع كتخلط مزيان وتشرب ديك العناصر مع بعضياتها وكتطفي عليها. دابا العجينه راه عندنا مغطيه ومطلوقه. السر في هاد البسيطلات بلا ورقه، يعني بالباط عاديه. السر وهو هاد الخلطه السحريه: زيت المائده، معلقه ديال مثلا كاس باش تطلقي صغير، انا عيني ميزاني، معلقه ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ يعني بوماد، ومعلقه ديال مايزينا ديال نشا الذره. هذا هو السر باش كتجي مورقه. صافي كنطلق مباشره، لا فاغ تكون كتبرد، ضروري تكون بارده. كنطلق مباشره وكنطوي ديك الطيه العاديه التقليديه ديالنا. انا ديك الزلافه ديال هذه، ديك الزلافه كتعطي 250 غرام ديال الطحين رابعه، عطاتني 6 د الحبات. اللي بغات تحترم هاد المقادير، اللي بغات تزيد تضاعف دير بزاف تضاعف المقادير. صافي مباشره كديرهم كروات. كنخليتهم واحد 10 دقائق حتى ارتاحوا، ورجعت. ضروري تخليهم يرتاحوا باش ما تقطعش العجينه وتبرد لافاغس. ورجعت كندير بهذه الطريقه كما موضح في الفيديو. وضروري داك الزائد كنزولوه باش ما تجيناش العجينه مدقصه من التحت. ضروري. انا درت معكم وحيده بداك بقات لي العجينه شويه زولتها، ودابا درت لكم هاد الوحيده بلا ما نزول العجينه، عمرتها مزيان. كتجمعيها على هاد الشكل، كل شيء موضح في الفيديو.
حاجه اخرى باش يجيونا مزيونين ومحمرين وبلا ما نديروا لهم البيض يجيونا عاديين. انا هادو حاولت نبسطهم للمبتدئات، لا في المقادير ولا في الخدمه. كناخذوا غير الزيت وكنديروا له واحد المعلقه ديال الفله حمراء البابريكا وندهنوهم، يعني بلا بيض بلا والو، وما درت لهمش حتى الفرماج من التحت. وكان كيما العاده كنركز على اللي عندي موجود في الدار. الساعه ما كانش عندي الفرماج ما درتوش. صافي كان عندك الفرماج بغيتي تزيدي شويه حتى تقربي تخرجيهم وتديري شويه د الفرماج محكوك وتدخليهم ماشي مشكل كيجيو لذاذ. صافي دهنتهم ودخلتهم للفران. دابا غادي نرجع معكم الخضره اللي كانت في الفران، الخضره مشويه. شنو خديت بصله شلطتها وقبيطه ديال المعدنوس شويه، يعني شويه عينك ميزانك. وصافي دابا هي الخضره خرجتها سخونه، انا كنوريكم كيفاش كلها طايبه ما كاينه حتى حاجه قاصحه. مباشره درتها في داك البول عندي، وغنزيد عليها زيت الزيتون. خير الله هي كتبغي زيت الزيتون، حيت الا بغيتي تحتفظي بها كتبقى حتى الاسبوع. كديريها في واحد البواطه ديال الزاج، ما ديرهاش في البلاستيك وخليها في الثلاجه. كترافقي بها القاطاني يعني العدس الحماص اللوبيا، ترافقي بها الحوت، كتجي في لي ساندويتش كتجي غزاله. واللي دايره ريجيم هذه غزاله، ديري اي حاجه متشهيه وديري واحد الغطير من هذه الخضره. وحتى وليداتكم ايوا الصراحه انا بناتي كلاوها عجباتهم. وصافي منين هذا درت عليها زيت الزيتون بحال اللي قلت لكم خير الله. درت شويه ديال البزار والملحه اللي كانت عندها السودانيه وكتعشق الحار، زيد واحد الرشه السودانيه، ولكن انا ما درتهاش على البنات. وكتجي على هذا الشكل. هي راه كتكلم على راسها براسها. وكانوا هما هادوك البسيطلات ديالنا بلا ورقه البنات، بلا تعقيدات، ساهلين ماهلين. تقرميله ما نقول لكمش، انا تعمدت ما زولتش الصوت، واللذه ما نقول لكمش عليها، بدون تعقيدات. اللي عندك في الدار قضي به. وكان هذاك هو الغدا ديالنا والكوتي وكذلك. دابا غادي نشارك معكم مسمنات او ملوي كان عندي في الكونجيلاتور. شنو كندير البنات؟ كنعجنو وكنديروا بويقات ونديروا في بلاطو، ندير فيلم اليمونتير ونديروا في الكونجيلاتور. شاركتو معكم على هاد الخلطه. هاد الخلطه السحريه هي اللي كتجيبوه غزال بحال التريد. هذيك 3 المعالق د الفينو السميد الرقيق ومعلقه ديال الفورس، وكنخلط غير بزيت المائده، واحد 2 معالق الزبده دايبه ماشي بوماد دايبه، وزيت المائده. وكصافي وكندير ديك الخلطه هكاك ثقيله ما تجينيش خفيفه بزاف. كنطلق بالزيت وكنديرها هي في الوسط. العجينه نعطيكم العجينه. عندي 2 زلايف ديال الفورس، زلافه ديال الفينو، رشه د الملحه ومعلقه ديال السكر، والراس د المعلقه د الخميره الفوريه. كنعجنهم بحال اللي قلت لكم ونديرهم في كونجيلاتور. فوقاش من حقيتهم كنلقاهم واجدين كيديكونجولاو. انا كنجبدهم واحد الساعتين قبل ونبدا نخبزهم. الله اكبر كبير. وهانتوما شفتوا البنات شو كيجي الملوي بحال التريد وكيتنفخ في المقله وكيجي رائع. حتى كيبرد عاوتاني كنفرقو ونديرو في البلاستيكات ونديرو في الكونجيلاتور. فوقاش ما احتاجيتو كنجبدو. نتمنى هذا الفيديو بهاد الشهيوات ينالوا اعجابكم وتخرجوا مستفيدين منه ولو بفائده. شكرا حبيباتي على وقت المشاهده، وشكرا. نتمنى منكم لي لايك بزاف والقليبات والتعاليق. الله يخطيكم. ومرحبا بالجدادين الاخوات ومرحبا بالقدامين على راسي من فوق. نتمنى منكم الدعم اللي وصلت هنا حتى الفيديو. نتمنى منها لايك. الله يخطيكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.